السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم طريقة تحميل سناب شات بلس. في مميزات البلس. طبعا أول شيء لازم نحمل برنامج الأرنب أو المتجر الصيني. هذا هو اللي أنا دخلت عليه دحين. طبعا البرنامج ده هحط لكم رابطه تحت، وتقدروا تكتبوا في جوجل برنامج الأرنب أو المتجر الصيني وطبعا حيجيكم. طبعا البرنامج ده فيه جميع برامج البلس: تويتر بلس، انستغرام بلس، سناب شات بلس، فيه الألعاب بيكمون جو. هذه كلها مهكرة. طبعا جميع البرامج اللي تحتاجوها تلاقوها هنا، والألعاب أي شيء، يعني تقريبا من أفضل المتاجر في أبل. طبعا عندكم هذا سناب شات بلس، حتلاقيه في القائمة على طول، أو أنت ابحث عنه. بس طبعا حتلاقيه، أنا أتوقع في البحث ما يجي، لما تخش حتلاقيه في من الأوائل يعني. مشكلة سناب شات ده أنا حملته. مشكلته شيء واحد، إنه في جميع مواصفات البلس إلا طريقة رفع الفيديو. طريقة رفع الفيديو ما هي شغالة فيه يعني. عندكم شوفوا هذا سناب شات بلس، حملته من عندهم من المتجر. دحين مثلا خلاص بنزل مقطع، مثلا بنزل هذا المقطع. خلاص تحديد، لما اضغط تحديد خلاص يعلق. هذا اللي يسوي، او يطلعك من البرنامج على طول. فعشان كذا ما ينفع. طبعا في واحد قال لي على برنامج ثاني اسمه تقريبا، والله زي ما انتم شايفين، والله ما عارف ايش مكتوب، بس اهم شيء هذا اسمه. عندكم هذا هو، في جميع خواص البلس. طبعا البرنامج آمن وما في أي مشكلة. طبعا أنا حملته، هذا اسمه، ابحثوا عنه حيجيكم على طول. طبعا هذا هو، أنا محمله جميع برامج البلس فيه يعني. ثواني بس. وهو دحين مثلا لو بنزل مقطع، اضغط على السهم اللي تحت، وهذا هنا مثلا بنزل. مثلا انا بنزل هذا المقطع مثلا. خلاص بس تحديد، وفي اعلانات بسيطة يعني، ما هو مزعج زي سناب شات بلس. ثواني بس، ثواني. خلاص هذا البرنامج تنزيل كذا على طول ينزل بدون اي تعب. وطبعا اي مقطع تشوفه يعني. ثواني بس. مثلا خش على متع عقلك، مثلا اي مقطع، اي صورة عجبتني، اي مقطع، هذا السهم اللي تحت تضغطه على طول ينزل لك اياه سيف. خلاص على طول يحفظ لك اياه. فهذا هو البرنامج، وهذا الشيء اللي حبيت اوريكم هو. ومعليش طبعا اذا كان فيه غلط او شيء. وباكم تدعموني، هذا أول مقطع لي. ولا تنسوا هذا هو البرنامج. طبعا طريقة تحميل متجر الأرنب، تدخل نخش على سفاري. خلاص أنا حطيت لكم الرابط تحت. خلاص دحين أبحث عنه، حتجيكم هذه الصفحة. تخلي ثواني تخلص. خلاص تضغط. اصبر ثواني، يجي يقول لكم يرغب بالتثبيت. تحط تثبيت بس. خلاص مجرد ما تسوي تثبيت هو طبعا حينزل. لكن ممكن أنا عشان منزله ما حينزل. لا نزلته ولا هو ذحين، هو حيرجع يتحدث من جديد يعني ممكن. ثواني. أهم شيء لا نزل، عشان أنا لسه حيتحمل وكذا، ممكن يطول شوية. بعد ما يتحمل حنخش على عام، تنزل إدارة الجهاز، تخش عليهم كلهم تتأكد أي واحد حق البرنامج. حتلاقي تخش على هذول، حتلاقي واحد منهم هنا متجر الأرنب، تحط تحقق من التطبيق. إذا حطيت طبعا تحقق من التطبيق، خلاص يصير أي برنامج حتحمله منه حيشتغل على طول. وأي برنامج تحمله ما يشتغل، خش على هذا المكان دور على البرنامج نفسه. وبس هذا اللي حبيت أقدم لكم إياه. ولا تنسوا لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله أي شيء تحتاجوه حنكون في خدمتكم. وفمان الله.